الكايل اكس 7 اللي جنب دي اتعملت للي عايزين يظهروا وسط الناس من غير ما الميزانيه تفرقع منهم. كايل اتأسست سنة 2014 من شركة شيري، وشيري بتمتلك منها 18%، وبيقدموا في مصر موديلين، الاكس 3 برو والاكس 7 بتاعت النهارده. شكلها حلو الحقيقة بالفوانيس ال LED والشبكة الهجومية واللايت بار الأمامي ولوجو كايل المميز، والشكل الحلو ده مكمل معانا من ورا ولسه هيكمل معانا من جوه. العربية أصلها كبيرة ومساحتها قصة بقى. أصل أنا ما قلتلكش إنها في الأساس بتيجي ب7 كراسي، والقعدة فيها مريحة جدا، وفيها شاشة وسطية كبيرة بمقاس 14.6 بوصة، بتدعم أبل كار بلاي وأندرويد أوتو وايرلس، متوصلة بساوند سيستم من 12 سماعة، والكراسي مريحة قوي بنتحكم فيها كهرباء وبتدعم التبريد. نيجي بقى للأداء وكيف تتحرك هذه السيارة. بتتحرك بموتور 4 سلندر 1600 سي سي تربو، 197 حصان و290 نيوتن متر، بتوصل بفتيس اوتوماتيك ديول كلاتش من 7 نقلات ومن اكتر الحاجات اللي اهتموا بيها في العربيه دي الامان. فيها 6 ايرباج واي بي اس واي بي دي واي اس بي وتاير بريشر مونيتور ولين كيب اسيست واداه سيستم كامل. ومن احلى الحاجات اللي عملتها كايل العربيه دي ان دي قاعده بناء مختلفه عن اي موديلات شيري. شيري ليها نسبه في الشركه، ولكن كايل قررت تعمل العربيه دي منصة مختلفة وقاعدة بناء مختلفة. الاكس 7 بتيجي ب1,395,000 فئة واحدة بس، مفيش دوشة، هي فئة واحدة فيها كل اللي أنا بقوله ده. في كلام كتير لسه هنقوله عن العربية دي بس في الريفيو الكامل، فتأكد إنك متابع محمد الباشا.